اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم شوربه ديال الكريفات والكريمه اللي كتجي لذيذه بزاف. ما تشبعوش منها. سجلوا الوصفه ودوزوا باش نشوفوا المقادير والطريقه ديال التحضير. اول حاجه غادي ناخذ واحد المرميطه ولا واحد الكوكوط، غادي نوضع فيها طريف ديال الزبده اللي كيكون كبير، زبده حيوانيه باش تعطينا المذاق زوين. عندي هنايا جزره محكوكه، جوج ديال البرول اللي مقطع رقيق، والشامبينيون اللي حتى هو مقطع رقيق كيكون طري، وواحد جوج دروس ديال الثومه. كنشحرهم مزيان على النار اللي تكون متوسطه. كنغلق هاد المرميطه ونخليهم كيتشحروا شويه او يدخلهم الطياب شويه. من بعد غادي نوضع لي كريفات ديالي اللي سبق لي ونقيتهم وحيدت لهم السلسل من الفوق او داك الخيط اللي كيكون من الفوق. انا استعملت غير 250 غرام وكتبقى الكميه على حسب افراد الاسره. كنشحرهم شويه وكنوضع معلقه كبيره ديال الدقيق الابيض. كنشحرهم شويه باش تمشي هذيك الريحه ديال الدقيق. صايي كنوضع المرق ديال لي كروفات. فالمرق ديال الكروفات حضرته بقشور ديال لي كروفات مع جوج ديال ورق ديال الرند والماء الكافي، خليتهم حتى كيغلاو، ومن بعد صفيتوه هو اللي كنستعملو في هاد لاصوب او في هاد الشوربه. كنحرك المكونات باش يتحلي هذاك الدقيق وما يديرليش الحبيبات. صايي كنتبلو بشويه ديال الابزار وبشويه ديال المليحه. كنحركهم مع بعضياتهم وكنغلق الغلاقه وكنخليه واحد 5 دقائق على النار اللي متوسطه حتى كتطلع معاه الغليه وكتحسوا به بدا كيتقال واحد شويه. هي الشوربه راه كتجي خفيفه ما كتجيش ثقيله. صايي هنا كنوضع واحد الكميه ديال الكريمه ديال الطبخ وشويه ديال الشيبت اللي كيكون يابس. كنخلي كتطلع معاه الغليه غير واحد جوج ديال الدقائق بلا ما كنغلقوا عليه. وهي الشوربه ديالنا واجده بالصحه والراحه.